إدارة ترامب بتخاطر جامد في إيران، وبكين عندها ورقة رابحة على شكل الحاجات دي اللي اسمها العناصر الأرضية النادرة. لو منعوها عنهم ده هيعمل مشكلة كبيرة لأمريكا وتايوان. السؤال الوحيد هو إذا كان شيء حيحاولوا يضغطوا عليهم. لو فكرنا في العالم الأوسع اللي فيه حروب، منطقة المحيطين الهندي والهادئ كانت شاغلة مخططي البنتاغون لعقود. في يوم هتحاول بكين تغزو تايوان، وده حيعمل دوامة اقتصادية تخلي مشاكل حرب إيران تبان بسيطة جنبها. أهلا بيك. في القرن 21 20% من النفط بيعدي من مضيق هرمز، حوالي 60% من أشباه الموصلات و95% من المتطورة جاية من تايوان. أكبر قلق بنتكلم عنه وبيهدد بحرب عالمية ثالثة هو وجود عملية منسقة من صداقة موسكو وبكين اللي ملهاش حدود. الأولى بتغزو أوروبا الشرقية، والتانية بتعدي مضيق تايوان. ده هيحط ضغط كبير على الولايات المتحدة اللي غالباً هيكون عندها رئيس جديد في الوقت ده، وعندها مصالح اقتصادية كبيرة في المنطقتين. الآفاق في أوروبا أحسن على المدى القصير والمتوسط. على المدى القصير، انشغال روسيا اللي عملته لنفسها في أوكرانيا هيمنع الكرملين من حشد قوات كفاية، على الأقل من غير ما يجند جيش لجبهة تانية، وده هيكون مخاطرة سياسية كبيرة. لو حلفاء الناتو الأوروبيين صرفوا 5% من الناتج المحلي على الدفاع، القارة هتقدر توقف القوات الروسية بنفسها على المدى المتوسط. مساهمات أمريكا هتسهل العملية أكثر. لكن من ناحية تانية، التوقعات في منطقة الهند باسيفيك مقلقة على المدى القصير والمتوسط. على المدى المتوسط، بكين هتكون بنت عدد كافي من سفن الإنزال اللي يخلي شن غزو جدي لتايوان ممكن. على المدى القصير، البحرية الأمريكية مش قادرة تسيطر على المضيق بسرعة أو بسهولة. أيوة، وجدير بالذكر إنه مفيش أي بحرية تانية تقدر حتى تقرب من اللي بتحاول تعمله الولايات المتحدة في إيران. وبرضه مهم نلاحظ إن في فرق كبير بين محاولة إجبار نظام على ترك السلطة عن طريق قصف البلد دي، وبين محاولة صد غزو برمائي بنفس الطريقة. في كل الأحوال، استخدام القوة البحرية مش سهل. ومع ذلك، القلق ده جزء من المغامرة اللي ممكن تكون أدت لاندلاع حرب إيران من الأساس. لو الصين حاولت تغزو تايوان، إيران ممكن تستغل انشغال البحرية الأمريكية في الهندو باسيفيك وتتحرك في الشرق الأوسط. نرجع تاني للهندو باسيفيك، وبسبب غياب سفن الإنزال، أمريكا مش قلقانة حالياً. لو تقديرات الاستخبارات صح، بكين هتستنى على الأقل لسنة 2027 عشان مشكلة سفن الإنزال تتحل. عشان كده، لو أمريكا شالت إيران في 2026، بكين هتتفرج بس. وقتها البحرية الأمريكية مش هتقلق من الاضطرار للتوزع بين جبهتين. ده ممكن يخلي بكين ترجع عن غزو تايوان. طبعاً علشان الخطة دي تنجح، أمريكا هتكون محتاجة تحقق شرطين صعبين جداً. أول حاجة، هيكون لازم تحقق نوع من الانتصار في إيران. لازم تستعيد قوتك بسرعة علشان تواجه تحديات الهندو باسيفيك. تعالوا ناخد التحديين دول بالترتيب. سياسياً، الحرب كانت كارثة لإدارة ترامب من البداية. كان ليها أقل بداية شعبية لأي حرب في تاريخ استطلاعات الرأي الأمريكية. ما كانش فيه أي تأثير واضح لظاهرة الالتفاف حول العلم، وكل ده كان قبل ما أسعار البنزين في أمريكا ترتفع. وده بس من الناحية الداخلية، وناهيك عن موقف الشركاء الدوليين من بره الشرق الأوسط من الموضوع. والملحوظ كمان إن الموضوع ده زاد سوء مع الوقت. وقت بداية الحرب، 38% من الأمريكيين شايفين إن إدارة ترامب وضحت بوضوح أهداف أمريكا في إيران. دلوقتي ممكن تتوقع إن حرب إيران كانت هي الخبر الرئيسي في الأخبار لمدة أكثر من 3 أسابيع، وكان المفروض يكون في وضوح أكثر في الموضوع ده. ومع ذلك،
الرقم ده نزل ل 32%، وده بيعكس الرواية المتضاربة اللي إدارة ترامب روجت لها خلال الفترة دي. لكن لو ركزنا بس على الجانب العسكري البحت، الوضع مختلط أكثر. كان فيه تدهور واضح في تسليح إيران، خصوصاً في جانب الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار. عدد الإطلاقات قل كثير عن أول أيام الحرب، وصعب تلاحظ فرقاً في البيانات حتى بعد رد إيران على ضربات حقل غاز بارس الجنوبي. زمان كان منطقي نفكر إنه إيران بتحتفظ بمخزونها لهجمات جاية. العلامة دي بتوضح إنه حجم المخزون اللي إيران كانت مخبية قد إيه. في شغل باقي، بس القيادة المركزية الأمريكية شكلها راضية. برنامج إيران النووي موضوع تاني خالص. أمريكا بدأت تهاجم المواقع دي، وده معناه إن البنتاغون شايف إن ضربات يونيو فاتت أنهت قدرة إيران على الوصول السريع لسلاح نووي. فيه مسألتين عسكريتين غامضتين شوية لأمريكا. مضيق هرمز واحد منهم، ولو أمريكا ما عرفتش تفتحه بالقوة، الحرب هتكون خسارة. أنا تكلمت الأسبوع اللي فات عن ليه إعادة فتح المضيق بالقوة ممكنة. في تعليقات قالت إني قلت الموضوع حيبقى سهل. أنا ما كنتش أقصد كده. الموضوع حيبقى أسهل لو أمريكا استنزفت قوات إيران على الساحل. العمليات دي لسه بدأت قريب، ولازم تكون واسعة النطاق قبل ما الناقلات تفكر تعدي من المضيق. خليك متابع الوضع ده. وأخيراً، في الحكومة الإيرانية، الوضع يعتبر خسارة للحكومة، بس مش خسارة الحكومة نفسها. المرشد الأعلى السابق وكثير من مساعديه الكبار وبعض أقرب أقاربه ماتوا. ابنه المفروض يكون هو الزعيم الأعلى دلوقتي، بس أنا بدأت أجن من غياب أي دليل إنه لسه عايش. أنا ميال أكمل بالرسومات البسيطة حتى لو ظهرت. عشان كده أنا بوصف الجزء ده من الصراع إنه نجاح عسكري للولايات المتحدة، وفي نفس الوقت ما حققش التأثير المطلوب جوه إيران. بس لسه لازم ندي ده تقييم غير مكتمل، لأن أوقات الحكومات الاستبدادية بتكون آمنة لحد ما فجأة تبقاش كده. باختصار، رغم أن الوضع السياسي كان سيئاً جداً لأمريكا، الوضع العسكري كويس، حتى لو مش نجاح ساحق. نروح للسؤال الثاني. الولايات المتحدة حتضطر تتعافى الأول قبل ما تدخل في مواجهة مع الصين. للأسف هتكلم عن المشكلة دي بشكل عام، لأن مفيش حد برا البنتاغون فعلا يعرف المشكلة دي قد إيه كبيرة. خلينا نلخصها إنها سيئة ومحتاجة إعادة تزويد أكتر بعد كل اللي اتصرف في الحرب دي. أنا مش شايف مشكلة إعادة التزويد دي كمشكلة مالية. حرب إيران عليها خلاف سياسي، لكن الحزبين متفقين إن أمريكا ناقصها معادن. وبعدين المشاكل مع الصين غالباً هتحصل في الإدارة الرئاسية الجاية، وكثير من الديمقراطيين شايفين إن الحزب الجمهوري ضعيف ومتحمسين لفرصهم سنة 2028. المشكلة في بناء مخزونات جديدة هي تواطؤ الصين. كنت حاول ده بسخرية، بس هو فعلا نتيجة استراتيجية متعمدة من بكين. المشكلة زي ما ممكن تكون خمنت هي في العناصر الأرضية النادرة. جمهورية الصين الشعبية يمكن ما عندهاش احتكار كامل للسوق، بس عندها سيطرة شبه كاملة. العناصر الأرضية النادرة بتدخل تقريبا في كل حاجة غالية في سلسلة الإمداد. من 10 سنين سوق العناصر الأرضية النادرة كان حوالي 9 مليار دولار، لكن المنتجات اللي دخلت فيها كانت قيمتها 7 تريليون دولار. يعني العناصر الأرضية النادرة أساسية في كل سلاح تكنولوجي متطور بتنتجه أمريكا، زي صواريخ توماهوك اللي واضح إنه البحرية بتستهلكها بمعدل مقلق. استراتيجية الضغط بتعتمد على إنه بكين بتقيد تصدير العناصر الأرضية النادرة. أمريكا مش هتقدر تعوض مخزونها كفاية في السنتين الجايين. جمهورية الصين الشعبية بتغزو تايوان، وأمريكا بتضطر تقبل ده بسبب عدم وجود بدائل. ممكن تعدل في تفاصيل حجم المشكلة، لكن الفكرة الأساسية بتفضل زي ما هي. بكين بتستخدم ورقة العناصر الأرضية النادرة عشان تزود جدا فرصها في إعادة توحيد الصين.
ودلوقتي ندخل في الموضوع. هل ده ممكن ينجح؟ وبكين هتحاول؟ عشان نبقى واضحين، إنتاج العناصر الأرضية النادرة مش مسألة طاقة إنتاجية كامنة. الموضوع مسألة قدرة متاحة حالياً. زمان، الولايات المتحدة كانت اللاعبة الرئيسية في تجارة العناصر الأرضية النادرة. المعادن النادرة زي ما أكيد سمعتي قبل كده 1000 مرة، مش نادرة قوي زي ما الناس فاكرة. هي موجودة بكميات قليلة في العالم كله. ندرتها سببها اقتصادي. لازم تشغل مناجم كبيرة وتشرف على عملية تكرير مقرفة عشان تحصل على حاجة مفيدة. في الثمانينات، أمريكا كانت الوحيدة اللي مستعدة تواجه العقبات دي. منجم ماونتن باس في كاليفورنيا خلى أمريكا تاخد حصة سوقية في حدود 30%. بعد كده حصل حاجتين. أول حاجة، واشنطن فرضت قوانيناً بيئية علشان تفرض قيود على عملية التكرير اللي اتكلمنا عنها قبل كده واللي كانت مقرفة، وده زود تكلفة الإنتاج المحلي. وتاني حاجة، الصين دخلت السوق. ده كان قرار اقتصادي واستراتيجي. اقتصادياً، بكين ما اهتمتش كتير بالتأثيرات البيئية. ده كان حيسمح للصين إنها تنافس المنتجين التانيين بأسعار أقل. لو نجحت، الدول التانية كانت هتقفل عملياتها. وده كان هيدي الصين ميزة استراتيجية. العناصر الأرضية النادرة كانت هتبقى بالنسبة لها زي النفط في الشرق الأوسط، أو بعدين أشباه الموصلات في تايوان. لو الكل اعتمد على الإنتاج الصيني، بكين هتقدر تهدد بقطع الإمدادات عشان تنازلات سياسية. وده فعلاً حصل. الصين زودت حصتها بالسوق. منجم ماونتن باس وغيره كفلوا في الولايات المتحدة. سنة 2010 97% من الإنتاج كان في الصين. بعدها جه أول اختبار سياسي حقيقي، أزمة العناصر الأرضية النادرة من 2010 ل 2012. لا، دي ما كانتش قصة من 5 أعداد في سلسلة الكوميكس المفضلة ليك. في 7 سبتمبر 2010 مركب صيني اللي هو الأزرق اللي على الشاشة كان بيتحرك خارج مناطق الصيد المسموح بها قرب جزر سينكاكو المتنازع عليها. خفر السواحل الياباني تدخل، وده سبب المطاردة السريعة اللي بتشوفها دلوقتي. أثناء المطاردة، المركب الصيني خبط كذا سفينة دورية لخفر السواحل. وفي الآخر اليابان لحقت بالمركب المخالفة وقبضت على كل اللي فيها. بكين ما كانتش مبسوطة، فالصين ضغطت على اليابان بتقييد تصدير العناصر الأرضية النادرة لليابان. ده كان وقت ما الصين زودت رسوم التصدير وقللت الإنتاج 20%. أسعار العناصر الأرضية النادرة زادت 10 أضعاف عن السنة اللي فاتت. الرد في الغرب كان أساساً من اليابان وأستراليا وأمريكا. اليابان اللي كانت بتدور على تأمين الوصول للمعادن النادرة للأبد استثمرت في شركة لينوس الأسترالية. منجم ماونتن وايلد اتفتح السنة اللي بعدها، وأستراليا بقت لأول مرة لاعب مهم في المعادن النادرة. أمريكا بدأت تهتم بالموضوع علشان ترجع للسوق. دلوقتي حصة الصين في السوق بقت حوالي 60% من الإنتاج، رغم إنها لسه بتملك 90% من صناعة المعالجة. الصين فعلاً قدرت في الآخر تضمن الإفراج عن طاقم المركب، بس اللي حصل ممكن يكون سبب تأثير الدومينو وأضر بقدرة الصين على ممارسة الضغط على المدى الطويل. السؤال بيرجع إذا كانت الصين هتحاول أصلاً تلعب لعبة الضغط دي. ده خروج عن سياسة الصين المعتادة: اكسب فلوس وخليك بعيد عن المشاكل. أمريكا والصين منافسين عالميين، بس علاقتهم مش شبه الحرب الباردة. القمم بين الزعيمين بقت عادية وما بقتش بتأثر زي اجتماع ريجان وغورباتشوف في أيسلندا زمان. الخطر اللي بيواجه الصين هو تراجع اقتصادي كبير. البيت الأبيض مش هيقبل ببساطة حظر تصدير المعادن النادرة، وما في شك إنه حيرد بحزمة رسوم جمركية عشان يبقى رد فعل بالمثل. وفي الآخر الصين ممكن تلاقي نفسها بتعيد أزمة 2010، واللي كل اللي عملوا الحظر فيها إنه شجع الاستثمارات تزيد في أماكن تانية. ومن الناحية دي أزمة 2010 ممكن تكون قتلت محاولة الضغط اللي ممكن تحصل النهاردة قبل ما تبدأ أصلاً. منجم ماونتن باس رجع يشتغل بالفعل،
وكان ممكن يشتغل تاني بسرعة لأنه كان بس مجمد عملياته من حوالي 20 سنة. وعنده ضمان سعر من البنتاغون يخلينا نكمل مهما حصل في السوق المفتوح. مع أن الصين لسه مسيطرة على معظم معالجة العناصر الأرضية النادرة، في قدرات معالجة كفاية عند شركات غربية لتغطية احتياجات الجيش. الموضوع مش مسألة طاقة إنتاجية، هو استعداد الأسواق المدنية تتحمل الأسعار الأعلى. لو الصين بدأت حرب اقتصادية علنية وعينها بوضوح على عبور المضيق، أكيد حيبقى في دعم من الحزبين لتخصيص موارد للجيش، حتى لو ده يسبب كارثة اقتصادية. ولو أمريكا ما عرفتش تجيب حاجة بشكل مباشر، بتدور تستوردها عن طريق طرف ثالث. أكيد شفنا دولة تانية مؤخراً عرفت إزاي تتجنب العقوبات. تخيل الموضوع حيكون أسهل لدولة تعتبر لاعباً أكبر بكتير في السوق العالمي. من غير شك بكين حتسعى لفرض قيود على التصدير أول ما يكون الغزو الافتراضي لتايوان جاهز. بس خلق أزمة أوسع بدري، ممكن ما يجيبش النتيجة اللي هم عايزينها. طيب إيه اللي تعلمناه؟ حرب إيران حتخلي أمريكا محتاجة تعيد تزويد مخزون أسلحتها. العناصر الأرضية النادرة ضرورية لكده. الصين بتسيطر على سوق العناصر الأرضية النادرة. لو الصين عايزة تقدر تضغط على أمريكا وتحاول تتحرك بقوة تجاه تايوان. بس ضغط الصين في 2010 ممكن يكون لغى جدوى الخيار ده. طيب أظن كده كفاية علي النهاردة. اليوم 27 على التوالي من إنتاج الفيديوهات. لحد ما تسمعوا مني المرة الجاية، اتفرجوا على فيديو الأسئلة والأجوبة بتاعي على قناة لاينز ومابس إكسترا من امبارح. ولو عجبكم فيديو النهاردة ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم المرة الجاية. خليكم بخير.